اليوم حمزه الفرشيشي يظل لي عنده روفونش. فما ناس جاوا اليوم من اريانا كما فوز الرويسي كما مسؤولين، يظل لي حمزه تفكر الماضي نتاعو نتاع النادي الافريقي. لكن حمزه نحب نسالك ساعه بعيد على الكوره، وين الابره والخيط؟ الابره والخيط تاع شنو بالضبط؟ البونتو الماركيتو. البونتو الماركيتو، البونتو الماركيتو دزيتها بالجوار، خرجت راس مع الجول. مش جوار برك راهو حمزه. والله انت يظل لي ما ركزتش مليح، جيت 3 ولا 4 على سلتك على الابره والخيط. والله توفيق من عند ربي الساعه هذا الكل، ومشيت مع الكوره والحمد لله، وعملت معناتها فانت بالجول وبكل ثقه ماركيتها الحمد لله يا رب. والاولاد اليوم عداو ماتش كبير ومنعنا الجمعيه، وواحد كل واحد معناها من ممبرو معناها رضى ضميره وكل شيء، وحطينا الجمعيه في الطريق الصحيح، وهذاك ليسونسيال معناها. فهمت حمزه؟ فتره قصيره لكن ولا فما حب بينك وبين حب هلال مساكن؟ والله الحمد لله يا ربي، محبة العباد تجيب بالاخلاق نتاعو، الواحد تجيب محبة العباد تجيب بالاخلاق، بالكلمة الباهية، بالكومبورتمون نتاعو في التيران، برشا حاجات هذيك اللي يدوم في الكورة. فهمت؟ الاخلاق والكلمة الباهية والكومبورتمون في التيران لا اكثر لا اقل. فهمت؟ والحمد لله يا ربي، محبة العباد توفيق من عند ربي. حسام اليوم شفناك على اعصابك وتعيط برشا زاد على الجوالات. والله العظيم هذه داخله في اللعبه، كنا مستحقين الماتش برشا، وحابين كان مصيرنا بيدنا حابين نكملوها ونمنعوا وما نستنوا حتى واحد. اليوم ربحنا صحيح، الواحد كان على اعصابه وكنا متوترين وعدينا جمعه صعيبه برشا، والحمد لله يا ربي جينا على خاطر الاولاد اللي جاوا من اول عام، ونحن اللي خلطنا في جينا في الميركاتو وحطينا اليد في اليد وباش نمنعوا مساكن، والحمد لله يا ربي. بالنسبه لي هذا اقوى فان سيزون بالنسبه لي، مساكن منعت وبقات في الناسيونال بي، والقاسرين بقدره الله ناسيونال. Vraiment, je suis très content ce soir parce que c'était un match très important de la saison. Du moment où on ne pouvait plus jouer les playoffs, il fallait une victoire pour se maintenir en Ligue 2. Vraiment, on remercie Dieu pour ça. Le fait de marquer les 3 buts, je suis content. Je remercie mes coéquipiers et tout le public de Amsterdam. الحمد لله معناها ترينينا بالكدا، جانا سي قيس، زادنا برشا معناها او نيفو تكتيك، ومعناها زاد الخدمه اللي بداها سي منظر كملها سي قيس. وخدمنا على رواحنا وكنا رجال معناها، حتى اريانا جات معناها بالجونيور وبالاسبوار وكنا حاضرين معناها، ما يهمناش فيها استحقت 3 كلات 3 استحقت 5 كلات 5، والحمد لله ساكن قاعدة في الناسيونال بي. العام الجاي معناها ان شاء الله يقفوا معاها الرجال ومعناها باش نلعبوا على الطلوع ان شاء الله. معنا اللاعب لطفي الشحاوي. لطفي اول مباراة ليك وثقة كبيرة من مدرب قيس الزواقي. والله الحمد لله، ديجا فاول الجماعة قال لي ايران باش نعمل عليك وباش تكور وكبس روحك، حطيت ثقة في روحي، حطيت ساقية على القاع، لاباس خدمنا اصحابي عطاو فيه ثقة زاد، لعبوني معاهم دخلوني في الطرح من اول كرة مسيتها، لاباس الحمد لله عديت طرح مزيان وان شاء الله قادم افضل. شفنا لطفي الشحاوي اليوم، شفنا كريم المصباحي، يظل لي هلال مساكن عنده شبان ينجم يعمل عليهم اذا يلقى شكون زاد يامن بهم. والله الحقيقة عندنا شبان، عندنا جونيور مزيانة برشا، ديجا كتشوف فيها قاعدة في سكور مزيانين، عندنا سبور مش خايبة زاد مشاتش معاها سنة، هذيك هي معناتها اولاد الجمعية، نزيدوا معنا 4 ولا 5 جولات كبار في العمر معناتها يأطرونا، وان شاء الله عندها مستقبل مزيان مساكن، فما جمعية مزيانة ان شاء الله. اكيد يعني ماكش باش تعمل جمعيه 100% منتدبه، وماكش باش تعمل جمعيه 100% من اولادك، معناتها انت عندك اولادك اللي نجموا يوصلوا يلعبوا سينيور، وان شاء الله ديجا كيما قلت لك عندنا جونيور مزيانه برشا سنه، جوالات 97 من 96 زاد فما جوالات برك الله عليهم، زيد معك عباد 95 و94 معناتها الجينيراسيون هذه من التسعينات باش تعمل المستقبل تاع النادي ان شاء الله، مع 4 5 جوالات كبار في العمر، نتصور نعملوا ايكيب مزيانه برشا، وعندنا جروب تبارك الله عليها معناتها. اليوم نسمعوا في لطفي في الميدان، ونسمعوا في سي صابر دندان يظل فرحان يعيط تمشي شحاوي يطلع يا لطفي. اكيد سي صابر دندان جوارات الاسبوار يا اخي، يعني هو عنده مشروع معناتها لازم يوصلهم للسينيور، هو كي راه جواراته يلعبوا في السينيور يعني المشروع نتاعو نجح، واكيد معناتها باش يفرح اكيد معناتها جواراته هذوكم هو مسؤول عليهم كيما نقولوا، وهذاك مشروعه هو ويحب يوصلهم للسينيور، وعمل الاوبجيكتيف نتاعو وصلهم للسينيور. هو موسم اصعب موسم من اللي بديت تسير في هلال مساكن، اصعب موسم عندي مش اصعب، هو جات فرص معناتها ماتشوات كيما هكا، وجات خسرت كيما هكا، خاصه سناف اكثر،
الحمد لله رب العالمين اللي اليوم تهنينا على الفوت، وان شاء الله في الليل العشيه معناتها اخر تقريبا ساعتين اخرين نتهناو على الهوند، يعني اذا كان تربح المقابله هذه كم سال الانسان خلى الجمعيه في القسم الثاني، والحمد لله معناتها ان شاء الله نلقاو الفلوس باش نكملوا ونخلصوا الناس اللي تسنى ونخليوا الجمعيه في بلاصتها، وان شاء الله مساكن تلقى رجال اللي يخرجوا مساكن مش بلاصتها القسم الثاني. الكبر نتاع مساكن والحجم نتاع مساكن والتاثير نتاع مساكن نتاع قسم وطني ان شاء الله يجي شكون يوصلها للمكانه هذه، ونكونوا احنا مدين يدينا ليه هو ونعاونوه باللي نجموا، وهذاك اللي نجم نقولوا توا. بارك الله في اللاعبين اللي كملوا موسم كيما هكا، في الناس اللي عاونتني وخاصة خويا زبير بايا في الاخر اللي وقفوا معايا، المسؤولين سي جلال رويس وسي عبد الرزاق سي صالح، الناس سي هيكل، الناس اللي وقفت معايا عماد قراعه، والناس هذه اللي خدمت وعطات للجمعيه، ملاعبيه الهوند وليدات اللي طلعوا في حقيقه يستاهلوا كل الخير. ان شاء الله نحاولوا نلقاو نعاونوهم ونعملوا لهم اللي لازمهم، ونوصيوا عليهم معناتها المواسم القادمه معناتها ثم نواه نتاع جمعيه كبيره في سواء في الفوت ولا في الهوند. عندنا وليدات طلعناهم اليوم هاك تراو كيفاش وفما كما لطفي الشيحاوي سي صلاح الهلال مساكن يصغر بالمواهب الشابه، لكن ديما ناقصك الانسان اللي يمن بهم. مش يمن برك، ما ثم الاوبجيكتيف نتاع الجمعيه شنو هو؟ كان نلقاو اوبجيكتيف يعني باش نطلعوا وليدات ونحضروهم للمواسم القادمه، والنتائج اللي تجي ما يسالش هذيك حاجه، لكن الجمهور نتاع مساكن يحب الريزلتا ويحب الطلوع ويحب لو كان مساكن تطلع الوطني يحبوا على البطوله، لو مساكن تطلع الوطنيه وتهز بطوله يولي يحب على شامبيون دافريك، يعني بالحق المساكن طموح معناتها هكا مخلوق ديما يحب العلالي يحب الحاجه الباهيه. ان شاء الله نلقاو لهم الناس اللي بالحق توصل المجموعه للحاجه هذه ان شاء الله. جينا لهنا بلاعبين من صنف الاواص مش صنف الامال، وجينا باش نلعبوا ماتش كوره بكل روح رياضيه، ولو احنا ما زلنا ما ضمناش البقاء نتاعنا قبل ما نجيو لهنا، لكن جينا باش نأكدوا انتصار المسؤولين والهيئات المديره اللي تخدم في خدمه صحيحه لفئه الرياضه، وما تخليش اللاعبين اللي هما يعتبروا روحهم محترفين يتصرفوا ويضغطوا على الجمعيات وعلى الهيئات المديره بطريقه نتاع لاعبين لهم هاوين ولهم حتى شيء. دونك هذاك هو هذايا انتصار لنا وانتصار المساكن ضد اللاعبين اللي هما ما نقولش دخلاء على كرة القدم، اما هما اللي قاعدين يوسخوا في كرة القدم ما يخليوهاش تتطور. حتى اللاعبين اللي جبتهم اليوم يظل يأدوا الواجب نتاعهم. اللاعبين اللي جبناهم اليوم صغار حضرناهم عندهم مقابلة كاس الأسبوع المقبل ضد الترجي، جبنا ولاد صغار باش نحضروا فيهم ضد مساكن اللي حتى هي تمر كيف نحن بأزمات بين الهيئة المديرة واللاعبين اللي قاعدين يضغطوا علينا في ضغط غير عادي باش على أنه يطلبوا في مستحقاتهم اللي الحقيقة ما يستحقوهاش.